السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، طلابي وطالباتي حبايب قلبي وكل اولياء الامور من كل مكان. قرارات عاجلة من وزير التربية والتعليم هتكون صادمة 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 لأولياء الأمور، وللأسف الشديد هيكون عليها سخط كبير جدا 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 من الطلبة ومن أولياء الأمور. وكمان احنا هنوضح النقاط اللي الوزير اتكلم عليها. قال وزير التربية والتعليم، دي المفاجأة طبعا اللي هتاخدوها النهاردة، إن امتحانات البكالوريا ستبنى بالكامل على نواتج التعلم الواردة بالكتاب المدرسي والنماذج الاسترشادية. تمام. وقال كمان ما وقفش على دي، قال كمان والتقييمات المعتمدة من الوزارة. أخدين بالكم من كلمة التقييمات دي، واخدين بالكم من الكلام عن البكالوريا. التقييمات في البكالوريا هي المفاجأة المنتظرة التي لم تصرح بعد. يعني معنى الكلام ان انت هتحضر، يعني هتحضر. عارفين استاذ احمد حافظ صحفي في جريدة الاهرام خاص بمجال التعليم، اتكلم وقال ان اللي رايح تانية بكالوريا واللي رايح تانية ثانوي واللي رايح تالتة ثانوي وتالتة بكالوريا ما تحجزوش دروس خلال ساعات اليوم الدراسي. هو صرح وقال كده، وقال لا درس اونلاين ولا درس حضور في سنتر، عشان واضح جدا من المفاجآت اللي جاية ان مفيش طالب هيحضر او مفيش طالب مش هيحضر في اليوم الدراسي كامل بأي مدرسة. وقال دي نصيحة لوجه الله تفتكروها بعدين، والقرار قرارك. يعني بيقول لكم ما تحجزوش دروس دلوقتي خالص خالص خالص، هتكون في مواعيد اليوم الدراسي. معنى كلام ان المفاجأة اللي نوه عنها قول الاستاذ احمد حافظ هو فوق راسنا طبعا، لان صراحة توقعاته وتصريحاته كلها صائبة ودايما في ظهر اولياء الامور والطلبة الصراحة للأمانة. معنى الكلام ان هيكون في تقييمات السنة الجاية، ده اللي اوضحه الاستاذ احمد حافظ. وقال ان هو لان احنا لو نرجع للفيديو اللي فات انا قلت لكم في القرارات الوزير التربية والتعليم صرح بيها، ان قال ان الامتحانات هتيجي من الكتاب المدرسي، تمام، والنماذج الاسترشادية، وكمان التقييمات هتكون من الكتاب المدرسي. اخدتوا بالكم بقى؟ يعني معنى الكلام ان في تقييمات، فالمتوقع ان هيكون عندكم امتحانات شهرية او تقييمات اسبوعية زي بقية الطلبة وبقية المراحل التعليمية. ده اللي توقعه الأستاذ أحمد حافظ، ودي المفاجأة اللي منتظرينها من قرار من وزير التربية والتعليم صرح عن أجزاء منه كما قال أحمد حافظ بين السطور. أستودعكم الله.